تدرون أحس رمضان هذا لازم نطور من خلية النحل. خلنا ندمجها مع نكهة الجارليك بريد ونسويها بستايل المونكي بريد. نحتاج 3/4 الكوب حليب دافي، نحط عليه ملعقة سكر وملعقة صغيرة خميرة فورية. سهلة العجينة، ما تخيل في أحد ما يعرف يسوي عجينة. نخليها 5 دقائق وبعد 5 دقائق ننزلها في العجانة. بيضة وربع كوب زبدة درجة حرارة الغرفة، نخلطهم مع بعض شوي. وخذوا لكم حق رمضان مثل العجانة هذه من قصر الأواني، براند هو ملك، جدا خفيفة وثابتة أثناء العجن. وأحلى شيء فيها أن فيها نظام التخمير. كوبين طحين بالتدريج، وعلى حسب نوع الطحين ممكن تحتاج ملعقة زيادة. شوفوا، خليني أقول لكم شيء مهم. أنتم مشكلتكم ما عندكم لا إحساس ولا ضمير، بس حسوا بالعجينة أثناء العجن، لمسوها، شوفوا قوامها، وثقوا في رأيكم. إذا حسيتوا أنها ستيكي حطوا عليها ملعقة طحين خفيفة بس، وبتشوفونها تتماسك. بنزلها، بدهن الإناء، بلم العجينة وبرجعها داخل الإناء، أغطيها، أرجعها داخل الجهاز وبشغل خاصية التخمير. أضغط على حرف الأف وراح تبدأ تحسب للتوقيت. وعلى ما تخمر نسوي تغميسة الثوم، صبع زبدة، فصين إلى 3 فصوص ثوم مهروسة، أوريجانو، زعتر بري، رشة فلفل أسود، نخليها على جنب. وبعد ساعة كاملة لا تفوتكم العجانة، خرافية. رشة خفيفة طحين بس، فردها شوي، أحس أني أشعر فيها. جبن قطعته مربعات وخليته في الفريزر شوي عشان يتماسك ما يأذيني أثناء الحشو. قطعة حط فيها جبن، سوها بنفس الوصفة اللي أعطيتك إياها وفرزنها. وقبل لا تستخدمها ب3 ساعات طلعها، خلها على درجة حرارة الغرفة، وبتطلع معاك أحلى عجينة. الناس تجهز عبادة حق رمضان وأنت تجهز أكل. احنا نصلي ونتعبد يا جماعة ترى، بس ما فيها شيء الواحد يسوي أكل على تخصصه. يعني تقفلون دكاكينكم في رمضان، نجيب الزبدة بالثوم اللي سويناها ونذوبها في الميكرويف. في الصينية نحط الزبدة وقلب الكور فيها، وجيب أي قالب كيك عندك ونزل الكور فيه. أحس إني سويت قليل، بغير القالب. عندي هالقالب الدائري هذا، بحط فيه طبقة واحدة، بعدين أحط رشة موزاريلا خفيفة بس، ورشة شيدر بعد اختياري. نكمل صف باقي الحبات، خلها تخمر وترتفع، وفي هالأثناء نشغل الفرن على حرارة 180 في الرف الوسطي من تحت فقط. بسم الله. ارجع دهنها بعد شوي بقدونس. العسل طبعا اختياري. بسم الله. شوف يا حبيبي الهشاشة، شوف. وهذه أحلى خلية نحل بتاكلها في رمضان. وإذا تبون رأيي الشخصي، زيدوا على خلطة الزبدة والثوم بودرة ثوم بعد، تعطيها نكهة أقوى، باستخدام عجانة توم ملك. وبالعافية.